السلام عليكم في فيديو جديد. في فيديو النهارده هنتكلم عن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها لما تشتري اونلاين. خلينا اعمل الفيديو ده اني اخر فيديو عجب ناس كتير، واللي كنت بكلم فيه عن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري او بتعمل صيانه في اي مول من المولات، وخصوصا العطار. بس في الاول كده ما تنساش تدعمني بلايك وشير، دعمك ده هيفرق معايا جدا وهيساعد في وصول الفيديو ده للناس اكتر. ولو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بقول لك يا صديقي كفايه رغي كده ويلا نخش في الموضوع. هنقسم الشراء الاونلاين لحاجتين، وهو انك بتشتري من صفحات الفيسبوك والانستجرام او صفحات السوشيال عموما، والناحيه التانيه اللي هي الشركات المعروفه زي امازون وجوميا ونون. هنبدا بصفحات الفيسبوك. السوشيال ميديا بقت عنصر اساسي في حياتنا، وطول ما انت قاعد بتشوف اعلانات مموله للمنتجات، وبيبقى في منها حاجات كويسه وحاجات مش كويسه، او معنى اصح في ناس كتير بتنسب عليها من الاعلانات دي. يعني مثلا انا شفت كذا اعلان لكذا منتج، خصوصا للساعات السمارت اللي هي الساعات الشعب، بتبقى صوره الاعلان محطوطه لمنتج تاني خالص غير المنتج الموجود. بيبقوا حاطين صوره مثلا للساعه الابل سمارت ووتش الاصليه، وبيبعت لك منتج مختلف تماما. ومش بيحصل كده في التكنولوجيا بس، بيحصل في كل حاجه. طب ازاي نعرف الصفحه دي هدفها النصب على الناس ولا فعلا الصفحه دي بتبيع منتجات كويسه؟ اول حاجه لازم تركز عليها، شوف تاريخ الصفحه دي امتى. لو تاريخ الصفحه ده لو من قريب ومعمول عليها اعلان ممول، لازم تاخد بالك ليه، عشان بنسبه كبيره ان الصفحه دي اللي عاملها هدفه انه ينصب عليك. عشان في ناس كتير جدا بتعمل ايه، بتعمل اعلان، بتعمل صفحه بعد كده بتعمل عليها اعلان يلم شويه اوردرات، يبعت المنتجات اللي هي مضروبه او بايظه، وبعد كده يقفل الصفحه. ولازم انت قبل ما تعمل اوردر من اي صفحه تخش تشوف التاريخ بتاعها، وتشوف لو في ريفيو عنه، وتركز في الكومنتات. لو لقيت كومنت سلبي على الصفحه دي لازم تخلي بالك. يعني انا مثلا كذا مره اشوف صفحه عامله اعلان عن ساعات سمارت، ولما باجي اخش في التعليقات بلاقي الناس كتير بتشتكي ان المنتج اللي مبعت لهم غير المنتج المحطوط في الاعلان. يعني مثلا اعلان قبل كده لصفحه على الفيسبوك كانت حاطه ساعه تي 5 اس، تقريبا كان سعرها ساعتها 399 او 299. المهم ان كل الناس بتشتكي ان كل المنتج اللي اتبعت لها حاجه تانية غير ساعه تانية غير دي، اللي هي ساعتها تقريبا كانت اي بي 116. والساعه دي اساسا في الوقت ده اللي هي الاي بي 116 كان تقريبا سعرها 150 جنيه 170 جنيه. فانت بالتالي كده اتنصب عليك في اكتر من 100 جنيه. ولازم تخلي بالك وانت بتشتري من صفحات الفيس في نقطه السعر. انا اكدت قبل كده برضو في الفيديو اللي فات ان قبل ما تشتري اي حاجه لازم تسأل على السعر في اكتر من مكان واكتر من حد. وقبل ما تشتري الحاجه لازم تشوف عنها اكتر من ريفيو، وتعرف ان استخدامات الحاجه دي هيبقى مناسب ليك ولا مش مناسب ليك. وخصوصا في التكنولوجيا، لان السوق بتاع التكنولوجيا بقى مفتوح، بقى فيه اختيارات كتير. بس احنا برضو في مصر عندنا الاختيارات دلوقتي قليله لحد ما، بسبب ايه؟ نقطه الاستيراد والكلام ده، حاجات مالناش دعوه بيها. طب انت دلوقتي بتقول ما سهل، انا ممكن استنى لما المندوب يجي وافتح الاوردر قدام المندوب. معظم صفحات الفيسبوك ما بتخلكش تفتح الاوردر والمندوب موجود. ده مش مشكله من الناس دي. الناس دي اللي بيعمل كده مش شرط ان المنتج بتاعه يبقى مضروب او فيه حاجه. اقول لك حاجه، انا لما كنت ببعت اوردر لحد مش بخليه يفتح الشنطه والمندوب موجود، او بيفتح الاوردر والمندوب موجود. لو في حاجه في الاوردر بعد كده كلمني وانا هرجعه لك. ليه بقى؟ عشان في عملاء بتنصب على الناس، او ممكن برضو يكون تجار بينصبوا على التجار التانيين، بياخد منك الاوردر يبدله والمندوب واقف والمندوب ما بياخدش باله. وبتحصل وحصلت مع ناس كتير ان يبعت اوردر يجيله مختلف تماما او يجيله بايظ. نيجي بقى الجزء التاني اللي هو الشركات امازون ونون وجوميا. الشركات دي عشان ليها ملف ضريبي والكلام ده كله، شركات كبيره، فهي تابعه لقانون حمايه المستهلك، وانت بيبقى ليك، والقانون ده بينص انك ليك 14 يوم انك ترجع فيه المنتج. وفي بعض الناس بيستغلوا القانون ده للنصب، بس احنا دلوقتي ملناش دعوه بالحته دي. الحته دي تخص التجار، ولو عايزين فيديو عن الموضوع ده ممكن نتكلم فيه مع بعض. والشركات دي اهم حاجه عندها مش التاجر، الشركات دي اهم حاجه عندها العميل. ممكن تعمل اي حاجه عشان ترضي العميل. لو المنتج فيه اي مشكله او ما عجبكش لاي هدف، لو المنتج فيه اي مشكله ولو ما عجبكش بيبقى ليك الحق انك ترجعه. فانت اللي اضمن لك انك تشتري من الشركات دي. برضو كنت بتشتري من الشركات دي لازم تخلي بالك من نقطتين، نقطه الكواليتي ونقطه السعر. معظم الوقت الشركات دي بتبقى وسيط بينك وبين التاجر، فانت هتلاقي نفس المنتج ليه اكتر من كواليتي اكتر من سعر. ولازم برضو تركز على التقييم بتاع التاجر. لازم وانت بتشتري تركز على التقييم بتاع التاجر، وتركز لو في كومنت سلبي ولا حاجه، وتشوف رد التاجر ده ايه. وكده كده ما تقلقش، طول ما انت بتشتري عن طريق الشركات دي فلوسك في امان، وطلبك هيوصل لك زي ما انت عايز. وبالمناسبه اننا بنتكلم على الاونلاين، البلاك فرايداي، وايت فرايداي، اي حمله بيبقى فيها خصومات، معظم الخصومات دي بتبقى فيك. التجار بيعملوا ايه عموما؟ قبل ما يخش اي حمله بيرفع السعر قبلها بيومين، ولما يخش الحمله بينزل لسعره الطبيعي. هو اكيد
بص، التاجر بيبقى ليه ليميت معين في المكسب بتاعه ما يقدرش ينزل عنه، اكيد مش هيخسر نفسه لاي سبب من الاسباب. طب هو البلاك فرايداي بيبقى حقيقي؟ في مصر معظم العروض بتبقى فيك، او بتبقى العروض معموله على حاجات قديمه، وبتبقى معموله من شركات واماكن كبيره. مثلا لو هتلاقي خصومات حقيقيه على امازون هتلاقي البايع نفسه امازون. اما بالنسبه لجوميا، كل الخصومات اللي بتبقى معموله عليها في حمله البلاك فرايداي بلاش كل، بنسبه 90% الحملات دي بتبقى فيك. حتى انت لو رجعت السعر ونزلت سالت عند حد بره هتلاقيها ارخص. اما بالنسبه الاماكن زي كارفور والاماكن دي، بتبقى الخصومات معموله في اول السنه عن الموديلات القديمه، عشان هو عايز يحرق، او هو بيبقى استكفى خلاص من المنتجات اللي عنده دي ودخلت له الدخل اللي هو عايزه، فهو عايز يبقى هم بيبقوا هدفهم انه يحرق المنتجات دي عشان يدخل غيرها. بس صفحات الاونلاين امازون، جوميا، نون، معظم الخصومات اللي عليها بتبقى فيك. طب بالنسبه للسعر الطبيعي اللي هو من غير خصومات، بيبقى هو احسن ولا تشتري من محل بره ولا تشتري اوفلاين احسن؟ بالنسبه لامازون، في تجار كتير بتضرب بعض على امازون، فهتلاقي السعر هناك ارخص. بس في نقطه، انت ممكن المنتج يجي لك مستخدم قبل كده او العلبه متبهدله. لو مستخدم قبل كده خلال 14 يوم ممكن ترجعه. دلوقتي هنلخص اللي احنا قلناه في الفيديو. انت لو بتشتري من صفحات السوشيال ميديا لازم تخلي بالك جدا وتركز على نقطه السعر، وتشوف الريفيو او التعليقات الموجوده على الصفحه دي ومعموله امتى. لو لقيته قريبه والتعليقات سلبيه ما تشتريش من الصفحه دي، عشان في الاغلب هو عامل اعلان ممول، هيبعت الاوردرات هيقفل الصفحه ومش هتعرف تجيبه تاني. اما بالنسبه للشركات الكبيره زي امازون وجوميا، انت فلوسك في امان واوردرك هيوصلك زي ما انت عايز بالظبط. وخصوصا في جوميا كواليتي كنترول عندها عاليه جدا، واهم حاجه عندها مصلحه العميل، وصعب جدا تلاقي اوردر يجيلك فيه مشكله عكس امازون. طب احنا اي حاجه نشتريها اونلاين ولا في حاجات نحاول نبعد عنها واحنا بنشتري اونلاين؟ بص، في حاجات تحاول ما تشتريش اونلاين، ممكن مع الشحن او الحاجه تجيلك بايظه او فيها مشكله. عندك الهاردات ما تشتريهاش اونلاين، الشاشات ما تشتريهاش، تجميعات البي سي حاول على قد ما تقدر ما تشتريهاش من اي صفحه، وخصوصا صفحات الفيس. اي حاجه قابله للكسر او الخبطه يحصل فيها مشكله ما تشتريهاش. الشاشه اوعى تشتريها من اونلاين، وخصوصا صفحات السوشيال ميديا. كارت الشاشه، وخصوصا لو مستعمل، كارت الشاشه ما تشتروش غير من محل يكون معروف، عشان لو في اي حاجه ترجع له. شفت بوست عن على جروب تبع التك بيشتكي انه اشترى تجميع والكارت الشاشه فيه مشكله، وقعد اكتر من شهر ومش عارف يوصل للراجل، او الراجل عادي يماطل معاه، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ الراجل عمل له بلوك وهو لابس في الكارت الشاشه. فانت الكروت حتى لو هتشتريها من محل اغلى، انا انصحك انك تشتريها من محل. اغلب صفحات السوشيال بتبيع الكروت بيكون فيها مشاكل، وانت بعد كده ما بتعرفش توصل للي يبيع. وحته الكروت والاجهزه الاستيراد هنعمل عنها فيديو مخصوص قريب، وخصوصا ان في ناس كتير بيضحك عليها في الاجهزه الاستيراد، والراجل بيقعد يقول لك الجهاز ده بيطير وبيطلع نار من بقه، وهو مفيش الكلام ده خالص. وبالمناسبه مفيش اي تاجر استيراد مهما كان فين ولا بيبيع فين، بقى اونلاين في مول محل، بيكون سالك. حد بيسأل انا عملت الفيديو ليه؟ انا بقالي اكتر من سنه ونص شغال في مجال الاونلاين. الناس بتبقى مبسوطه انه بينصب على الناس، يعني انا بشوف اكتر من حد بيبقى مبسوط انه بيعمل صفحات وبينصب على الناس، وفي ناس كتير اتنصب عليها. فده اللي خلاني اعمل الفيديو، اني احاول انصح الناس. انا دلوقتي كل هدفي وهدف القناه هنا، كل هدفي وهدف القناه اني افيدكم، واحاول على قد ما اقدر اساعد الناس ان ما يضحكش عليها. وخصوصا دلوقتي ان بقى صعب ان الناس تشتري حاجه، الازمه بتزيد والتجار اللي ما عندهمش ضمير بيزيد، والنصب بقى شيء عادي عند الناس كتير. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو.